هنا القاهرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة صحيت الصبح كده، قلت اتمشى واعمل لكم جولة عن الاسعار في الخضار واسعار اللحمة والفراخ. بصوا بقى الاسعار النهاردة عندكم. القلقاس النهاردة عامل 8 جنيه و10 جنيه. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك عليه. والملوخية 15 جنيه. ابشروا ابشروا، 14 جنيه و15 جنيه الملوخية. اما البتنجال العروس العادي عامل عندنا 13 جنيه. الخضرة 3 جنيه. البصل الاخضر 2 جنيه. انا كنت نازلة بصراحة عشان اجيب سجق بلدي. السجق بقى لقيته عامل كام 180 جنيه و170 جنيه. الفراخ الكيلو ب72 جنيه و70 جنيه. اللهم صل على الحبيب. الفراخ البلدي ب82 جنيه. الناس قالوا لي اعملي جولة عن الاسعار الخضار والفراخ واللحمة. عملت لكم الجولة هي زي ما انتوا طلبتوا مني بالظبط، وشكرا جدا على اللي كتب لي الكومنت ده. اللهم صل على النبي. قعدت بقى الف كده على السجق البلدي الحلو. طبعا انا هدفع فلوس، مش عايزه ادفع فلوس في حاجه اجي بعد كده ادوقها الاقي طعمها وحش، ولا يكون الجزار القطعيه بتاعته وحشه وعاملها بدهون كتير. لا، انا بصراحه بختار جزار كويس. كمان لقينا الفاكهه، الموز، البرتقال، التفاح الكيلو ب20 جنيه. الموز ب15 جنيه وب13 جنيه. الموز الحلو، الموز يعني اللي يتاكل شوية عامل 9 جنيه و10 جنيه. تمام، يعني لو فصلتي هتاخدي بالسعر ده. تفاح ب20 جنيه. البرتقال ب6.5 والاستفندي ب6.5. هنا بقى الجزار اللي انا جبت منه، هو كان كذا جزار قدامي. الجزار ده اللي انا جبت منه، واللحمه بتاعته كمان جملي وكويسه. وعايزه اقول لكم انا نزلت في يوم الاثنين، يعني مش كل الجزارين فاتحه عندنا. اللهم صل على النبي وبارك عليه. كمان عايزه اقول لكم على حاجه. اسعار الخضار بقى، القوطه النهارده ب6.5 وب5 جنيه، اللي ما ينفعش يعني منها. كمان البطاطس لقيتها هي رخيصة. في بطاطس صغيرة اللي هي للسلق ب3.5. البطاطس الكبيرة ب6.5 وب5 جنيه. ايه كمان الجرجير ب2 جنيه. الكابوتشا والخس ب4 جنيه. ايه كمان، اللهم صل على النبي. شفته في السوق النهارده السلق ب3 جنيه الحزمة. الجنزبيل الجنزبيل في طبق فريش كان عامل 10 جنيه. مشروم ب10 جنيه. ايه تاني شفته يا دينا وانا بصور كده معاك؟ الكسكسي والمخروطه عامل 15 جنيه. دقيق البسيسه ودقيق البسبوسه 15 جنيه الكيلو. الفراوله كانت عامله 10 جنيه و13 جنيه. زي ما انتوا شايفين كده اهو، دقيق البسيسه ودقيق البسبوسه والمخروطة 15 جنيه. ايه كمان شفتوا النهاردة وانا ماشية؟ البيض بقى ب3.5 البيضة. الرقاق عامل 30 جنيه الكيلو، 30 جنيه. ايه كمان الموز ده انا لقيته ب15 جنيه. ده الموز اللي هو يعني نظيف. خش بقى عندك كده، ادخلي بقى على الجبن واللانشون والكلام ده. مفيش حاجه اسمها طبق ب10 خلاص. اقل حاجه 13 جنيه. البسطرمه بسم الله ما شاء الله بقت ب30 جنيه. الطماطم بقى، الحاجات اللي انا اخيرا روحت كده جبتها. جبت طماطم كيلو، وجبت نص كيلو سجق بلدي، وجبت نص فلفل رومي، ونص جزر، وكمان جبت كيلو خيار. هم دول الحاجات اللي لازماني. انتوا عارفين انا من النوع اللي ما بحبش اخزن كتير، فانا مش بخزن. انا بحب اليوم بيومه كده، بتبقى حاجه لذيذه وحلوه. وكمان جبت العيش من طابونه العيش الحمد لله يعني. بس ما صورتش العيش بصراحه، لان انا كل فيديو بصور لكم العيش.
بس خلاص كده خلصنا الفيديو. وكمان اتمنى لو الحلقه دي عجبتكم ان شاء الله تحطوا لي اللايك. اللايك يا جماعه بيفرق معايا كتير جدا، وبشكركم جدا انتوا كبرتوا قناتي وبتزودوا رزقي ورزق عيالي بالمشاهده بتاعتكم والمشاركات بتاعتكم. ان شاء الله اي حد عايز نصور اي حاجه اكتبوا لي في تعليق وان شاء الله مكملين مع بعض. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، كل سنه وانتم طيبين. اول رجب.